بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. كل عام وحضراتكم بخير، تقبل الله منا ومنكم، وعيد سعيد ومبارك علينا جميعا يا رب العالمين. العيد في ديننا هو عبادة قبل ما يكون مناسبة بنفرح فيها، وهو فرحة من رب العالمين أذن بيها لعباده بعد تعب وطاعة وعبادة وصيام وقيام. ربنا سبحانه وتعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فالفرح في الإسلام ما هواش حاجة يعني طرف أو رفاهية أنت ممكن تعملها أو لا لا، ده أمر رباني ووسيلة لجبر القلوب ولم شمل الأسر. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة ووجد ليهم يومين هم بيحتفلوا بيهم وبيلعبوا فيهم، والمسلمين راحوا لسيدنا النبي وقالوا له على اليومين دول، فرد عليهم صلى الله عليه وسلم وقال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. يعني ربنا جعل لنا أعيادنا دي علشان نفرح فيها. يعني العيد نعمة مقصودة وفرحة مشروعة، مش ساحة للمشاكل والخلافات ولا شد ولا جذب ولا تقليب في القديم والماضي، ونجيب مشاكل رمضان اللي كانت بتحصل في بيوت العيلة أو بينك وبين زوجك ونبدأ ننكد على نفسنا في العيد. الواقع بيقول للأسف الشديد إن العيد عند ناس كتير ما بيبقاش العيد فرح بنخرج ونعمل خروجة بسيطة أو حتى في البيت لو الإمكانيات مش سامحة بخروجة، لأ، بيبدأ بخناقة قبل تكبيرات العيد. بنلاقي على طول الخناقة حصلت وهي بقى بتقول يعني هنعيد عند ماما الأول، نفس المشكلة الأزلية اللي بنتكلم فيها كل عيد كل عيد وبتتكرر. يا جماعة مش احنا كنا متفقين من الأول؟ احنا مرتبين أمورنا في آخر أسبوع في العيد ومرتبين هنزور مين الأول، بعد كده ماما ولا مامتك، أختي، وبعدين اخواتك ولا اخواتك الأول بعدين أختي. الأمر ده المفروض يكون مترتب، لا، ازاي لازم يوم العيد الصبح نعمل مشكلة كبيرة جدا ونتخانق ونضيع فرحة العيد. حلقتنا النهاردة عن ازاي نفرح بالعيد من غير ما نكسر بعض، ومن غير ما هو يسمعك كلام كما يقال يسم بيه بدنك، ومن غير ما انت تنزلي تقطيم فيه وتحسسيه انه ما عملش حاجة، بالرغم ان هو ممكن يكون يعني صارف كتير او سالف او مضغوط ماديا وانت مش حاسة بيه. ازاي نصنع ذكريات حلوة في العيد بأبسط الأمور؟ ما هواش لازم أسافر وأروح في أماكن وأتصور، السوشيال ميديا اللي لازم تورينا الناس كلها بتروح فين وبتعمل إيه، وأنا لازم أقوله شايف بيروحوا فين، شايف بيعملوا إيه وأنا لأ. كل التفاصيل دي هنتكلم فيها النهاردة، إن إحنا إزاي نخلي العيد فرحة حقيقية من القلب، وإزاي نبعد عن المشاكل ونصنع ذكريات جميلة لما نكبر نقعد نحكيها مع بعض ونمسك التليفون كده ونقلب في الصور ونقول له شفت، فاكر ده كان سنة كام، فاكر الخروجة الحلوة دي كانت امتى، فاكر القعدة الحلوة دي كانت امتى. مش كل ذكرياتنا مشاكل وخناقات ومامتي الأول ولا مامتك الأول والمشاكل اللي احنا مش بنخلص منها دي. هنعرف التفاصيل دي مع ضيفتنا المشرفانا الأستاذة أشجان يحيى، خبيرة العلاقات الأسرية والزوجية. السلام عليكم وكل سنة وحضرتك طيبة يا أستاذة أشجان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعيدكم مبارك. ربنا يا رب يجعل أيامنا كلها عيد اللهم ويجعله عيد آمين. فرج للمسلمين وكل يا عام رب يا والأمة رب. الإسلامية، وربنا ما يبدل حالنا للأحسن، وربنا يصلح اللهم آمين. حال أمتنا يا رب وأهلينا في الجوار يا رب، اللهم يا آمين. رب يا رب، اللهم امين اللهم امين يا رب العالمين. للاسف الشديد بنقول ان العيد المفروض فرحه، لكن في بعض البيوت يا استاذه اشجان قبل تكبيره العيد قبل التكبيرات بنلاقي الخناقات قايمه، سواء بقى على اتاخرتي في اللبس، العيال عملوا ايه، هنروح لمين، هنيجي، كل المشاكل اللي بتحصل دي بنلاقيها مصدر للخناقات خلال العيد. فخلينا نتكلم عن أكتر الأسباب اللي يعني تخلي الزوجين يحصل ما بينهم خلافات، والعيد بدل ما يبقى فرحة يتقلب لخناقة ونكد. بيوت المسلمين يا رب، اللهم آمين. يمكن من أكتر المشاكل اللي دايما كل سنة نتكلم فيها ودايما نتخيل انها خلاص هتختفي، هي بتختفي وتعمل احلال وابدال لها مشاكل اخرى بنفس نفس العنوان ولكن تفاصيل مختلفة. إيه اللي بيخلي دايما ان احنا بنتخانق ليه في العيد؟ اول حاجة غياب الهدف.
أنا شايفة إن إحنا الهدف الأساسي من الأمر ما بيبقاش واضح لنا أو بيبقى مختلط علينا، فبالتالي بنتخانق لحاجات تانية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني فكرة أنا لما أبقى فاهمة إن العيد المفروض فيه إدخال السرور ده فرض، يعني أنا بتبسط بالعيد كشخص كفرد كده مسلم، إن ده أمر من ربنا عز وجل، فبالتالي أنا مكلفة بيه. انما اللي بيحصل ان انا ببقى فاهمه ان انا عايزه اتبسط عشان كذا، او محتاجه كذا عشان اتبسط، او اللبس الفلاني هو اللي هيعملني. وطبعا خناقات بقى التنفيض، وتهدد في ايه وعملت ايه وهنروح فين. ولو هي مغتربة خلي بالك ملف المغتربين ده كبير جدا. فكرة العيد احنا لوحدنا وبأي حال أتيت يا عيد طبعا فتلاقي بقى طبعا. إن هي بتبقى سمت معين، كأن احنا بنحب ندخل عندنا الحزن، أو إن أنا خايفة أفرح، أو إن ملناش نفس نفرح. لأ، يعني احنا بنشوف اللي بيبقوا يعني سبحان الله الحروب وإن هم يعني بيدوروا كده، يدوروا على مواطن الفرح ويعرفوا يعيشوا الفرح صح. فلما يجي لنا عيدنا هو ده اللي عندنا يا جماعه، لا راس سنه ولا بتاع ولا فكره مين ولا يوم ايه ولا فالنتين. هو عيدنا عيد صغير وعيد كبير، ربنا مم. امرنا فيهم بالفرحه، وامرنا فيهم بادخال السرور على مم. نفسنا وعلى اهل بيتنا. مم. فلما الاقي بقى ان الشيطان هو ما بيشتغلش غير في الايام دي. مم. يعني فكره اصلا ان افضل حاجه عند الشيطان يعني بتبقى كده يفرقون يفرق بين بين المرء وزوجه. مم. فكرة التفريق بين الأزواج. فالأساليب بتبقى بقى ما دخلت رمضان، دخلت عيد، دخلت كذا، والدة لسه والدة، حامل جديد، يعني هي المواطن اللي بتبقى فيها ساعات الدنيا بتبقى محتدة شوية. فليه أنا أحول العيد إن هو دايما بيبقى إن أنا سايبة الهدف الأساسي، إن أنا المفروض عارفة كده اللي أنا نازلة أشتري حاجة، فمهما أشوف حاجة تانية مش هشتريها، أو مم. حاطة في دماغي إن الفلوس اللي معايا بتاعت الحاجة دي. فلما ندخل العيد ويبقى محددين ان انا هسعد نفسي وزوجي واولادي، وتبقي حاطه الهدف ده، فما بتبصيش بقى الحاجات التانية اللي هي اصل ما جابش. يا جماعه الاسعار بقت فظيعه رهيبه في الدنيا طبعا كلها. طبعا. ففكره لبس العيد، وان انا ادخل لبس العيد على الولاد، وان الولاد لبسوا وانا لا، او هو استلف عشان يجيب، او ان الزوج معهوش يجيب، او ان كذا. ففي تفاصيل مادية مخلية الناس مضغوطة بشكل مش طبيعي. فأنا دوري كزوجة هنا إن أنا بحاول أفكفك الأمور دي، وإن أنا من أبسط الأمور أدخل فرحة عيد، إن أنا مش لازم إن الاستنباط الواحدة. وللأسف السوشيال ميديا ندى نقلت لنا بقت عبء اه كبير جدا لا، ده جدا احنا جدا. هنتكلم على السوشيال ميديا دي بالتفصيل، ولكن قبلها يا استاذة أشجان خلينا نتكلم عن العيد علشان يكون فرحة، وانا وزوجي واولادي نكون فرحانين ومبسوطين بالعيد. هل لازم محتاج فلوس؟ هل محتاج خروجات يعني؟ ولا طبيعي تقولك اه طبعا لازم اخرج، ما انا طول رمضان قاعدة في البيت، فطار وسحور وتعبانة وهلكانة، اه لازم يخرجني. هل العيد مرتبط بنفقات، مرتبط بسفريات، مرتبط بخروج، ولا أنا ممكن أفرح فعلًا وأبقى سعيدة جدًا بأقل القليل؟ القليل والكثير فكرته هو المفروض يكون منهج حياة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي بقينا بنلهث ان انتي توصلي لولادك ان هم المستوى المعيشي الحلو، ان هم ما يبقوش مع اصحابهم حاسين بتقصير، انهم يلبسوا احسن حاجة، ان ما يجيش العيد ما يكونوش لابسين طقم الصبح وطقم اخر النهار. انا مش مصوراهم ان هم متجمعين في العيلة، كلها حاجات مظاهر يا جماعة. هي مهمة عشان بس ما حدش يقول هي مهمة، ولكن بنجتهد. أول حاجة تقييم وضعنا احنا كعيلة، احنا نقدر نجيب. فكرة الزوجة اللي بتقول ماليش فيه أنا عايزة طقمين للعيال، ماليش فيه أنا عايزة هدوم عيد، ماليش فيه ده احنا أصلا العيد وجاي في الشتاء وهدوم الشتاء أصلا غالية طبعًا. ففكرة يعني أنا كزوجة تقييم الوضع. تاني حاجة فهم وبين قوسين كبار قوي كده، فهم معنى إسعاد العيلة. لان احنا غصب عننا حولنا مفهوم السعاده لمفهوم ملموس محسوس كده. ان انا فكره ان انا لبستك وجبت لك واشتريت لك وغيرت لك التليفون وفسحتك فين وصفرتك ايه واحنا عملنا ايه وصورنا ايه ونزلنا ايه. فاحنا حولنا كل ده لحاجات، من حاجات معنويه لحاجات ملموسه كده. فبالتالي الاولاد مع الوقت بقوا فاقدين فكره ان انا العيد ان انا قاعد وسط العيله دي نعمه.
التماس النعم وتحسسها ان انا مبسوط ان انا نازل مع بابايا، مبسوط ان انا قاعد مع مامتي، مامتي قاعده مركزه معايا وقاعده إمم، تتكلم معانا وقاعده عامله حاجه كده حلوه ولمانه معاها. فكره إمم، انها بتشوف احنا وصلنا لحد فين وبندعي لبعض وبنصلي مع بعض جماعه. لو احنا فكره الخروج لازم يبقى في حد ادنى منها، فكره ان انا اقول مش لازم نخرج، لا، خدهم ان شاء الله، يعني كله اي حاجه بسيطه تحت، بس لمه العيله، مفهوم الاسره هو الهدف من بالضبط، الموضوع اللي بين قوسين ده، تحقيق مفهوم السعادة بين الأسرة. إنما فكرة والله ده أنا هاجيب له بلاي ستيشن في العيد، والله ده أنا هاجيب له كذا، والله ده أنا إمم، لما هينجح هعمل كذا، تمام، إمم، ولكن مع الجانب الآخر أنا بفهم إن أنت محقق نجاح، أو إن أنا مبسوطة بوجودك في حياتي، أو إن أنت في نعمة إن أنت موجود في عيلة. التوازن النفسي ده يا ندى هو اللي مخلي ناس كتير بقت فاقداه، وأطفال كتير بقت فاقداه، وبقى فيه عنف كتير، إن ده بتنمروا عليه فضربوه، إن معرفش إيه فانت بايدي بتلاقي مشاكل غريبه وسط مراهقين واطفال وحتى شباب، اساسها كله ان انا مضغوط عليا ماديا بسبب التنمر، وبسبب يا جماعه لما تخلقوا اطفال متزنين نفسيا إمم، محققين حاجات كتير. فده إمم، مفهوم الفرحه، فكره ان انا بفهم معنى الفرحه ان انا بسعد اسرتي تمام. باقل التكاليف وبالتكاليف اللي تناسبني. يعني واحده تقول انا مش قادرين نشتري هدوم عيد يا استاذه وما اعرفش ايه، ودي كانت مشكله فعلا، فهي ماشي تمام مش قادرين، البديل ايه؟ يعني فكره ان انا والله ممكن ادور على حاجه تكون بسيطه جدا، ان انا بطلع حاجه، ان انا بخرجهم ما فيش هدوم يبقى في كذا، فكره ان انا يعني الدنيا بتمشي، الدنيا بنحاول انها تمشي لو من إحنا غير ما. عايزينها تمشي يا أستاذة أشجان هنمشّيها، صح. وهنخلّي الأمور تكون أفضل. طَب أنا عايزة أتكلّم معاكِ في نقطة مهمة جدًا يا أستاذة أشجان، وهي المقارنات. يعني بعض الزوجات بتقارن حياتها بحياة سلفتها، شايف أخوك كل عيد بيودّي ولاده ومراته مثلًا الساحل، لو هو مم. داخل علينا يعني في جو صيف، كل عيد بيودّيهم طلعة ولو هُم مرتاحين مثلًا بيسفّرهم برّه، شايف أخوك بيعمل إيه، أو زي ما حضرتِك ذكرتِ السوشيال ميديا بقوا دلوقتي يا أستاذة أشجان التفنُّن في إظهار أقصى الرفاهية وأقصى التفاصيل الخاصة في البيوت بقى على قدم وساق، خصوصًا في المناسبات، حضرتِك تابعتِ وشُفتِ رمضان كان عامل إزاي، سُفَر قد إيه م م محطوطة، سحور وإفطار ومشروبات وخِيَم وكلام يعني صعب جدًا، جدًا، والناس غصب عنها بتشوف وتقارن، وبتشوف دي بتسافر، دي بتعمل، وبتبدأ تقارن، شايف فلانة عملت إيه، شايف الstory الفلاني اللي نزل وكانت راحت فين وبتاكل إيه، وعباية العيد، عباية رمضان اللي جابتها وأنا ما جبتهاش، وفستان العيد اللي هي جابته وأنا مش جبته. المقارنات دي نقدر نقول الزوجة معذورة، هي قليلة الحيلة، مش معاها، جوزها مش معاه وبتشوف ده، فهل ده نقدر نقول إنها معذورة والّا لأ؟ هي بتمِد عينها لما متّع الله به غيرها، أنتِ إيه رأيِك في الكلام ده؟ هي دي نوع من أنواع الفتن، يعني فكرة اللي بيشوف كلنا بنشوف يا ندى، يعني وكلنا بنتشد في حاجات بتشدِّك، أنتِ ساعات في ناس بتبقى جايبة، أنا شُفت كمية تجهيزات وزينات وحاجات لأ يعني مش طبيعية. والتلاجات والفريزرات لوحدها آه، اتملت يعني يعني حتى قبل البصلة رمضان، نخرّطها دي كده بسرعة دي قبل رمضان متفرزنة. أنا شُفت ناس بلوجرات وهي بتجهّز، يعني حسّيت هو في إيه؟ يعني هو أنا هاعمل إيه كل يوم إنها مجهّزة ال30 وجبة، وخلال رمضان أنتِ شُفتِ بقى كمية ده أنا عازمة مين، والسُفَر يا ندى يعني رهيبة، آه فإحنا طبعًا، نفوسنا حتى ففكرة المُغالاة في التزيين البيت والفوانيس والحاجات لأ الغالية ده الكبيرة، بتيجي طبعًا إحنا ليلات بنقول يعني إحنا يعني مثلًا زي ما بنقول إحنا ما عندناش أعياد أخرى وما عندناش حاجة إن إحنا نحتفل بيها ونزيّن ونحُط الحاجات دي، لأ طب إحنا طبعًا لازم نزيّن بيوتنا في رمضان علشان الناس ما تقولش أنتم لا عايزين نحتفل كده ولا كده، ولكن المُغالاة الرهيبة اللي شُفناها يا آه. أستاذة أشجان، اللي مش عارفة بتاعة التمر، الفوانيس اللي نازلة من فوق الستاير، اللي مش كل حاجة. هي كل سنة، لأن في ناس هي شغلتها اللي بتاخد عليها فلوس إن هو بيبدع بيدخل حاجات جديدة و... و... وعلى قد ما أقدر بعمل إيه، والفانوس بيبقى إيه وده إيه، وحاجة العيد والله ده إيه، وحتى أنواع الكحك ما عادتش زي زمان يعني التقليدي. ففكرة إن لازم نبقى مميزين، هو أنا أفرح
ولا ما افرحش، الحاجات دي تفرح ولا ما تفرحش. لما انا ابص للناس هو ده مد عين ولا لا، اول حاجه هو انا افرح، لازم انا زي ما قلت ان فكره ان انا ملزم عليا كمسلم باني ادخل السرور على نفسي. يعني طبعا واحده تقول عشان خاطر طبعا. العيال، ان جيت عليا انا حزينه، ان جيت عليا مم. انا توفاها الله، ان جيت عليا انا، وتفتكري بقى احزان العام كلها واللي توفاهم الله واللي وتقعدي تعملي. فاول حاجه فكره ان انا ملزمه كمسلمه ان انا افرح. تاني حاجه فكره ان انا اعمل ولا ما اعملش، نعمل بما يتلائم مع ظروفنا. يعني انا دايما لما ابقى قايله والله 100 جنيه اللي انا بجيب بيها، هجيب بيها ربع كيلو كذا، هجيب مم. كحك بكذا، فانت بتحطي، مش العكس ان انا بقول لازم اجيب 3 كيلو كذا، لازم اعمل ايه. وتلاقي واحده قالت لي انا عامله جمعيه عشان حاجه العيد، او واحده تقول والله انا هجرب السنه دي اجيب الدقيق وانا اللي اعمل ففكره ان كل واحد بما يتلائم مع ظروفك ومادياتك من غير ضغط بتدخل السرور. ايوه بتدخل السرور، بتشتري الحاجات اللي انا بقولها دي كلها بما مم. يتلائم مع ظروفك. يعني زي ما قلنا فكره ان انا زين البيت، واجب ان احنا نزين البيت على دخله رمضان، وبرده واجب ان احنا نزينه على دخله العيد. فالحاجات دي نعملها بما يتناسب معانا. مش ان انا بلاقي ناس يا ندى هي بس بتزين عشان تصور عشان تنزل. انا مم. بلاقي ناس طبعا. بتشتري ده عشان فلانه اشتريته البلوجر الفلانيه فهي مش احسن مني. فبقينا احنا هنا بقى الموضوع تحول لمدخل فتنه، اللي هي مم. النقطة اللي بعدها فكرة أشوف ولا ما أشوفش. يعني إحنا لما بيعدي علينا الفيديوهات أنا ولفت انتباهي فأنا أبقى كده بمد عيني، لو أنا بصيت للحظة وماشي كلنا بصينا كلنا شفنا الفيديو، توقفني ده إيه المفروض يحصل؟ إيه لا يزيد الانبهار والبصة والرؤية عن ثواني. ليه؟ لأن أنت عارفة كده لما حد بيديكي حاجة مهما كانت حلوة أنت في الأكل مم. مصنفاها كسلطة مم. كمقبلات، فانا مم. عمري ما هشبع من دي، فحطها في مكانها طبيعي. فنفس مم. الشيء فكره ان احنا بنشوف الكلام ده يا جماعه حطوها في خانتها. دي شغلانه الناس دي الناس بتعرض وبيجي لها فلوس من الكلام ده. دي مهما يعمل احنا مش ده، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، مش ده دورنا. وان احنا برضو ناخدها من باب الحياة لظروف اخواننا. انتي دلوقتي كل مدى الظروف بتقسى اكتر، والبرد واللي حوالينا ورمضان كان عليهم ازاي، والظروف الضغطة عامة في العالم كله مش في مم. حتة واحدة، مم. واللي في الشمال واللي فنكون اكثر تهذيبا في التعامل مع النعم. ان انا بلاش يا جماعه المبالغه، لان انا زي ما بقول لك السفر مش طبيعيه. ففكره ان انا بقى فكره مد العين، لا، لما انت هتحطي الحاجه في خانتها الصح مش هتوقفي قدامها. يعني انا ماشيه في طريق غير ملتفته لهذا الامر، فلما ببص ببتسم واعدي. انما اللي بيحصل ان الناس بتاثر جدا. يعني مم. واحده قالت لي ده انا سلفتي منزله عشان توصل لي الرساله، وانا عارفه كويس جدا، وان هي عارفه ان جوزي مغترب وما جابش وما بعتش ايه، وان انا قصه طويله عريضه عريضه مفادها ان سلفتها بتغيظها وان هي محتاجه تجيب. طب انت محتاجه تجيب عشان الولاد محتاجين؟ لا، عشان هما كده العيال نفسيتهم زعلت ان دول اشتروا كذا للعيد اه. فاحنا دخلنا في موال كبير جدا اساسه ايه؟ اساسه مد العين في السوشيال. فاحنا عشان ما نصلش ولا تمدنا، لان مش ده المد المقصود. ان انا دخلت بيتك وعيني وقعت عندك على حاجه وانا تمنيتها لنفسي والنفس دخل فيها سوء، انما ده انتهاك حرمات يا جماعه. انت ايش دراكي اصلا ده بيتها؟ يعني هم الناس اللي بتصور هي مظبطه حاجه ودافعين لها فلوس وجايبه معروضات والكلام ده، مم. مم. وواقفه تعمل لي ايه وبتعرض لبس ايه، ده لا بس في شغلانتهم. منهم يا أستاذة أشجان بتبقى فعلا بيوتهم ويبقى ده روتين حياتهم وهم بيحبوا هم من بس باب الناس التجديد على كده طول، ممكن يكون عشان إمكانياتهم سامحة إن هم يعملوا كده. بس انا نقله ده، انا عايزه الناس تشوف ده في فرق بين انا يعني عيني ملانه وبين ان انا حريصه ان الناس تشوف عندي ايه. يعني في واحده عامله في مطبخها اللي بشكل مبالغ فيه جدا، هي ده شغلتها يا جماعه، هي فهمت ان دخلها جاي من الحته دي، فهي بتطلع بس انها بتجيب حاجات جديده وتحطها ترصصها في المطبخ الرهيب اللي هو يعني زي القصور. بس لا عمرها الناس هتشتري الكلام ده، ولا بيوت الناس مستحمله الكلام ده، ولا والفئه هي اللي هي بتخاطبها، الفئه هي اللي انا اقدر مم. اشتري حته واحده تمام. من اللحم. تمام. فهي الفكره ان انا مم. مد العين، لان ده بيعمل سلبيات. عارفه لو انا مم. ببص وخلاص، انما غصب عننا احنا نفوس بشريه. عشان كده ربنا قال لنا ولا تمدن عينك. ربنا عز وجل خلقنا وعارف ان انا غصب عني كبشر بالضبط، هبص، عارف نفوسنا وعارف قلوبنا. وغصب عني طيب هيتحول. سريعًا يا أستاذة أشجان اعذريني وقت حلقتنا ضيق، إحنا ما ينفعش نعدّي العيد من غير ما نوجّه رسالة لكل زوجة، لكل بنوتة عروسة جديدة في الغُربة،
هي صحيح. متغرّبة وعندها مشاكلها اللي لوحدها يا حبيبتي هي ربنا العالم بيها، فما بالِك بقى عيد وغُربة ومشاكل الأزواج اللي إحنا بنتكلّم عليها، فسريعًا قولي لها كلمة كده يعني تطيّبي بيها على خاطرها، وتقولي للزوج كلمة برضه إنه ياخد باله منها. أول حاجة للزوج إن اجبر خاطر زوجتك، لإن أنت دنيتها في الغُربة. هي بدون أهل وبدون حد، ودي فئات ما عادتش قليلة، الناس المغتربين برّه وطنها العربي عمومًا بقوا كتير جدًا، وظروف كتير جدًا، واستحالة العودة واستحالة تقضية العيد مع الأهل. فأول حاجة للزوج، أنت وطنها ودنيتها، فأحسن هذا الأمر، لإن سبحان الله دي نقطة الأساسية والجوهرية. تاني حاجة اجتهدي تخطفي الفرح وتمسكي فيه، لإن زي ما باقول لِك كده، يعني في بنات بتبقى خلاص هي من ليلة العيد وعمّالة تعيط وتفتكر الذكريات، وأنا أول عيد ليّا وأنا ما أعرفش إيه، أو مع عيالها وما لناش عيلة وما لناش حد نزوره. اجتهدي تصنعي لولادِك ذكريات، أنتِ صُنعت لك الذكريات من أهلِك، فما تبخليش على ولادِك بصناعة ذكريات بالشكل ده. حتى لو أنتِ في مكان ما فيش فيه مسلمين كتير، حتى لو أنتِ في مكان ما فيش فيه أدوات كتير، صناعة السعادة مش محتاجة أدوات، محتاجة أشخاص. إمم، يعني مهما تمام، توفّري لولادِك من رفاهيات وأمور تدخل السعادة وأنتِ حزينة وبتعيّطي، مش هيلعبوا بالحاجة، ولو لعبوا بيها إمم، شوية هيلعبوا ويسكتوا. إمم، فصناعة الذكريات وصناعة السعادة بتحتاج أشخاص، مش بتحتاج أدوات أخرى. هي الأشخاص أم وأب إمم، سعداء ومتزنين نفسيًا بيطلّعوا ناس سوية نفسيًا وبتقدر تستمتع، وباعلّم ابني يستمتع بأقل حاجة. تمام، حتى لو أنت ماشي كده وبتستمتع بس إنك بتشم هوا نضيف، بتستمتع إن العيد جه عليك في صحة وسلامة، بتستمتع إن أنت بتحيي شعيرة من شعائر ربنا، إن إمم، أنت بابا بيصلي معاه في البيت صلاة جماعة، فأنت بياخده معاه المسجد. فاستشعار دي كلها حاجات مش عايزة أدوات. فإن إحنا نمسك في الحاجات اللي تدخل علينا السعادة، إمم، ونجتهد بناء ذكريات جيدة لأبنائنا، وإن أنا أعيش اللحظة صح. إحنا ما بنعرفش نعيش تمام، اللحظة صح خالص يا ندى يعني بنجيد إن للأسف، إحنا ننكد على نفسنا. إمم، فعيشوا اللحظة صح، وفي نفس الوقت أنت بتحيي سنة من سنن الله، وبتدعي لإخوانك، فده بيدخّل لك شوية شعور إن أنت مستشعر كل مسلمين العالم ربنا يدخل عليهم السرور، وربنا اللهم يجيب آمين، بخير، وربنا إمم، يرزقهم الفرج. فبتحس شوية إن أنت مش باصص إن أنا والله العيد ده كان نفسي أسافر وكان ما فيش، وجوزي ما أو جوزي مغترب وأنا قاعدة لوحدي، أو أنا إمم، كذا، أو تبدُّل الأحوال. اللهم لا تبدِّل أحوالنا إلا لأحسنها. اللي فكرة بقى لو واحدة هي زوجها يعني رحمة الله عليه، أو إمم. زوجها شهيد، أو زوجها مش مسافر مغترب، أو مش مع أيًا كان، أو أيًا انفصلت. كان فكرة التبديل، إن أنتِ تبدَّل بيكِ الحال، اجتهدي إن أنتِ لو أولادِك ولنفسِك اجتهدي تصنعي ذكرى جيدة، وتدعي إن ربنا بالتأكيد، يبدِّل حالِك بالتأكيد، لأحسن. تمام. باشكر حضرتك في النهاية الأستاذة أشجان يحيى خبيرة العلاقات الأسرية والزوجية على وجودِك معانا، شرفتينا ونورتينا، كل سنة وحضرتك طيبة وأسرتِك الكريمة. العيد للفرحة يا جماعة مش للزعل ومش للمشاكل، والعيد مناسبة علشان إحنا ندوّب فيها أي خلافات كانت موجودة، ما نعملش فيها خلافات جديدة، هو وقت علشان نجبر الخواطر ونقرّب من بعض أكتر ونصنع ذكريات جميلة بيننا وبين بعض، ما نعملش مشاكل ونرجع نفتكر فاكر العيد اللي فات لمّا اتخانقنا، فاكر العيد اللي فات لمّا أنت قُلت لي كلمة مش عارف ضايقتني إزاي. رسالة لكل زوج، راضي زوجتك وقرّب منها وحاول تسعدها وتدخّل الفرحة على قلبها، طالعة من رمضان مُجهدة وتعبانة، أكيد أنت كمان كنت مُجهد ولكن أنتم عارفين إن إجهاد السيدات بيكون كبير في البيت، وحاول تفرّحها على قد ما تقدر ولو بالبسيط، ولكل زوجة خلّي بالِك من زوجِك، هو أكيد، أكيد يعني تعب وشقيان، وعشان نوصل للعيد هو الله أعلم بظروفه المادية، في حاجات ممكن يكون مش عايز يقول لِك عليها عشان ما تشيليش الهَم، وعشان يسيبِك فرحانة ومبسوطة، حاولي تعدّي وفوّتي، وبلاش نُقف على المشاكل، بلاش نُقف على أي حاجة صغيّرة عشان العيد يعدّي بفرحة وبسعادة، كل سنة وأنتم طيبين، وربنا يجعل أيامنا وأيامكم كلّها أعياد. انتهت حلقة قوارير اليوم، وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.